اهلا بيكم يا اجدع ناس في قناه الحلواني. لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش اللي جاي. النهارده هنتكلم عن الموضوع اللي محيرنا كلنا، العقل البشري بيشتغل ازاي ومكانه فين، وايه الفرق بين عقلنا وعقول الحيوانات، وازاي نخلي عقلنا المفكر هو اللي يقودنا. تعالوا نشوف. كيف بدأ العقل؟ نرجع لزمن ما قبل التاريخ، لما الإنسان كان شبه الحيوان، كل همه ياكل وينام ويتجنب إنه يتاكل. وبعدها فجأة العقل بدأ يشتغل ويسأل ليه بناكل ونجري؟ طب ما نعمل خطط. وهنا بدأ العقل يتطور، بقى في جزء في دماغه مشغول بالتفكير لبكرة، وده اللي خلى الإنسان بقى هو المسيطر على كوكب الأرض. تخيل أجدادنا قاعدين حوالين نار، واحد بيقول يا جماعة ما تيجي نعمل عربة ونريح نفسنا بدل ما نشيل تقيل، والعقول التانية بصوله إيه ده؟ الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وهنا كان بداية التفكير. العلماء والفلاسفة من زمان بيفكروا في العقل. سقراط قال اعرف نفسك، يعني لازم تفهم دماغك شغالة ازاي، واصحابه افتكروه شارب حتة ب200. بعدها افلاطون جه وقال العقل هو القائد، هو اللي ماسك الضفة، والكل قال تمام، لحد ما ظهر فرويد وقال لهم الشارع اللي وراه. العقل متقسم ل3، الهو والانا والانا العليا. يعني في جزء بيقول لك كل دلوقتي، وجزء تاني بيقول لك استنى شوية، وجزء تالت بيقول لك اعمل الصح. فرويد كان بيدور على سبب ليه دماغنا دايما محتاره بين الشهواني والعاطفي والمفكر. لو جينا على العصر الحديث، اينشتاين قال الخيال اهم من المعرفه، يعني المعرفه لوحدها مش كفايه، لازم تستخدم خيالك عشان تفكر بره الصندوق. العلماء بعدها اتفقوا معاه، الخيال ده دماغ فعلا. في المقابل نيوتن لما التفاحه وقعت عليه سأل ليه التفاحه نزلت لتحت، وده كان قمه التفكير اللي خلى الناس تقول الراجل ده دماغه كبيره قوي. واحد يسأل يا حلواني هي الحيوانات عندها عقل زينا؟ الحيوانات بسيطه يا عزيزي الانسان، عندها العقل الشهواني بس. الاسد مثلا مش بيقعد يفكر في الجاذبيه ولا النسبيه زي نيوتن واينشتاين، هو بيفكر في حاجه واحده، انا جعان. الفرق بيننا وبينهم زي اللي بيلعب شطرنج واللي بيلعب صيد السمك على البحر. احنا عندنا عقل شهواني بيقول لك كل واشرب وتكاثر، وعقل عاطفي بيقول لك انت ما ينفعش حد يهينك، وعقل مفكر وهو البطيء، وده للحسابات والمنطق. وده عشان بطيء بياخد اجازه من الشغل لو انت ماشي وفجاه ظهر اسد قدامك، في اللحظه دي مش هتحسب المسافه والسرعه، لا هتجري. واحد متسرع يقول لي يا حلواني طب العقول ال3 دول مكانهم فين؟ اقول لك موجوده فين؟ في جمجمه عزيزي المفكر. العقل العاطفي ساكن في النظام الخوفي، الليمبك سيستم، اللي بيدير مشاعرنا. لما تتنرفز وتطلع راسك من الشباك وتشتم للي كسر عليك بعربيته، ده شغل العاطفي. اما العقل الشهواني ساكن في دماغك السفلي، بيشغل باله بالاكل والشرب، وبعد الاكل بيقول لك فين الزوجه. واخيرا العقل المفكر في الفص الامامي زي البوصله، هو اللي بيخطط ويحلل بس بطيء زي ما قلنا. تعرف يا صديقي الانسان انك بتمر ب3 مراحل عقليه. العقل الشهواني مسيطر عليك من الطفوله لحد 18 سنه، كله اكل وشرب ومشاكل مراهقه. بعدها من ال21 لل30 العقل العاطفي بياخد مكانه ويقول لك كبرت تحافظ على رجولتك. وبعد ال30 بقى المفكر بيطلع على الساحه ويقول لك اهدى وفكر بعقل، وده سن النضج. طب انا يا حلواني لو مش عايز استنى لل30 وعايز مفكري يشتغل بدري، ببساطه عزيزي المفكر الجأ للقراءة. للقراءة يا حلواني يا عزيزي المفكر، زي ما قال القرآن في أول سورة نزلت اقرأ. القراءة بتدي للعقل سلاح يقف بيه قصاد العقل الشهواني. لما تطلب معاه سجارة بعد الأكل، واحد يقول لي على كده أقرأ سلاح التلميذ؟ ليه كده يا عزيزي المفكر؟ هتزعلني منك. حاول تقرأ عن أضرار السجاير مثلا، هي مش هتشيل الفكرة من دماغك، بس على الأقل هتبقى مطب يهدي وهيخليك بدل ما كنت هتشرب سجارتين هتقول هي واحدة بس مش هتضر. لازم نتدرب على اننا نفكر الاول قبل ما ناخد اي قرار. زي ما قال الفيلسوف ديكارت انا افكر اذا انا موجود، يقصد ان التفكير هو اللي بيخلينا بشر، مش بس الافعال والغرائز. في النهاية عقل الانسان هو اللي بيميزنا عن باقي الكائنات، والتحدي هو ازاي نخلي العقل المفكر دايما يكون على الكرسي الاول. قولوا لنا في التعليقات مين اللي مسيطر عليك دلوقتي، الشهواني ولا العاطفي ولا المفكر؟ وفكر قبل ما ترد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة. سلام.